مساء الفل عليكم وصباح الفل على عيونكم لو بتشوفوا الفيديو بالنهار. انا بسجل فيديو بالليل فبقول لكم مساء الفل عليكم. دي التورتايه التانية اللي انا قلت لكم هنزل بيها في فيديو تاني. الاولاني كان اللي هو التورتايه اللي هي كانت سبونج بوب. ديت التانية اللي انا عاملاها في عيد ميلاد ابني. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هي انا كنت جايبه قاعده مقاس 40 في 60 علشان هنا كنت عامله الكيكه مرتين، يعني كنت عامله خبزه مرتين في صينيه 25 في 30. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا 6 بيضات، معايا نص سبونج شوكولاته جاهز من عند مستلزمات الحلواني، هو كده جاهز يعني شوكولاته، يعني كله على بعضه، وسبون اسمه سبونج جاهز شوكولاته. معايا 6 بيضات، معلقة صغيرة فانيليا سايلة، معلقة محسن جل صغيرة برضو، ومعلقة كبيرة خل. هنخلط كده كله مع بعضه. هنا انا شغلت المضرب على طول، فزي ما انتوا شفتوا كده ايه الدقيق طار مني. انا على طول بحب ان انا اقلب بالمضرب الاول الحاجات مع بعض عشان برضو ما يطرش كده ويبهدل الدنيا، بس انا كمان كنت شغالة في حاجات كتير فما اخدتش بالي يعني. بفضل اضرب بالمضرب هنا لحد ربع ساعة 12 دقيقة لحد ما يوصل معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه دوت. لو عندك عجان ممكن يعني من 10 دقايق ل8 دقايق بيخليلك قوام كويس. فطبعا طول مدة الربع ساعة وانا بضرب لازم بريح المضرب بتاعي شوية طبعا عشان ما يهلكش معايا. هضرب هنا المضرب بتاع السبونج بتاعي لحد 15 دقيقة. بعد ال10 دقايق وانا شغالة ولعت الفرن على درجة حرارة 180، وجبت هنا الصينية مقاس 25 في 30 بتاعة الطقم المستطيل الوسط. ببطنها كده بورق زبدة ودهناها زبدة برضو في الأرضية كده. هنزل بالخليط بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ما ولعتش الفرن من بداية ما بدأت شغل في الخليط عشان ما يسخنش كتير. بعد 10 دقايق في الضرب انا شغلت الفرن، بدخلها على الرف الوسط لمدة 40 دقيقة 35 دقيقة ساعة الا ربع حسب الفرن بتاعك. ببدأ ان انا اختبرها، بس ما بختبرهاش اقل من 35 دقيقة. نزلت بالخليط في الصينية، ببدأ ان انا اهبد فيها كده حتى لو على الارض مش مشكلة، هبدتين ممكن 5 هبدات جامد كمان، على اساس ان الهواء اللي فيها كله يطلع وما تبقاش مفرغة كتير واحنا بنقطع. هطلع كده هفك كده ورق الزبدة من الصينية علشان كده كده هعمل مقدار كمان، بس مش هصوره معاكم عشان انتوا زي ما انتوا شفتوا كده انتوا عارفين طبعا اكيد. يعني نص خبزت كده المقدار الاول، فمش داعي ان انا اخبزه تاني معاكم يعني. هغطيه كده بورق زبدة على الوش، واجيب طبعا فوط فوطين 3 كده لازم اغطيه لتاني يوم. السبونج بيبات من بالليل لتاني يوم قبل ما نقطعه، او مش اقل حاجة 5 ساعات لو انت مستعجلة عليه. كده غطيته كده كده انا خبزت المقدار التاني طبعا زي ما انتوا شايفين. وبيتهم الاتنين. بجبته هنا كده بقشر الوش بكل سهولة كده بايديا، بنضف الدنيا حواليا كده طبعا عشان تبقى رايقه مش متكعبله كتير. طبعا طول ما انا شغاله طبعا الحوض ما اقولكوش بيتملى مواعين، فلازم ان انا برضو كنت بغسل مواعين على طول اول باول علشان ما تكترش معايا لان المواعين بتتكاثر بصراحه. ده المنشار اللي انا قلت لكم ان انا شارياه. طبعا انا بحب ان انا اشتري حاجات لنفسي. بظبطه على درجه 8. بصوا الكيك كان طري خالص ازاي. بقى قطعت الكيك على 3 طبقات، ده كده على 3 طبقات والتاني برضو على 3 طبقات هما، يعني في طبقة يعني طلعت رقيقة شوية. كده هقطعه على 3 طبقات، ما كنتش بس متملكة في المنشار كده قطعت كل كيك 3 طبقات. جبت القاعدة، لازم طبعا بندهن القاعدة حتة من الكريمة اللي احنا ضربناها كده. ديت جبت وش الكيك حطيته في قاعدة التورتة. انا ضربت الكريمه بتاعتي. يعني انتوا طبعا عارفين انا ضربت الكريمه البيضه قبل كده معاكم كام مره. دي الشوكولاته عشان اخليها بني كده بحط عليها كاكاو خام. 3 كوبايات كريم شانتيه خام. دوبت طبعا كوبايه الا ربع سكر الاول في ميه ساقعه متلجه، وحطيت معلقتين لبن بودرة ومعلقتين باستري وخلطت كله الاول، دوبته كله، بعد كده ضربت الكريمه بتاعتي، جبت
3 كوبايات كريم شانتيه، و3 كوبايات ونص ميه ساقعه متلجه عشان تبقى ناعمه معايا وحلوه كده، ما تبقاش جالسه قوي. ضربتها كده كلها مع بعض، وحطيت معلقتين كاكاو خام، وحطيت برضو معلقتين جناش شوكولاته بيعزز طعم وبيخليه حلو يعني معايا. ده كده يعني سويت الكريمه كده. انا ببقى ملياها في اكياس لبن، وبعملها كده عشان تبقى ايه كلها طول واحد يعني. دي حطيت الطبقة التانية كمان. كنت عايزة احط صوص توفي، بس ما حبيتش ان هي تبقى كتير، حاجات كتير قوي، بس يعني رجعت في كلامي. دي ارضية الكيك زي ما انتم شايفين كده، خليتها في الوش عشان تبقى مخليه الكيك معايا شكله متساوي وحلو. هقشره برضو على قد ما اقدر كده قبل ما اسقيه. طبعا انتوا عارفين ان انا بسقي بشربات، زيتها بشربات كده، ببقى عامله الشربات طبعا قبلها عشان يبرد. كوبايتين ميه على كوبايه سكر بيغلوا زي 7 دقايق كده مع نص عصره ليمونه. يغلي يبرد بحطه هنا في الازازه ديت كده واسقيه. بنضف الدنيا حواليا والقعده طبعا من اي حاجه بتيجي عليها عشان ما تبقاش شكلها مش حلو يعني، او ان حاجه تمسك فيها. وبعد ما حطيت يعني حشيت التورته بتاعتي، هجلسها تجليسه خفيفه خالص عشان واحطها في التلاجة ترتاح. مش اقل من ساعه طبعا علشان ترتاح كده قبل ما احط آه، قبل ما اجلسها وكده، يعني ان انا بحميها من التجليسه ان انا هعملها، ان تطلعش معايا فرافيت من الكيك يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا قلت لكم نص سبونج على 6 بيضات على نص كوبايه ميه على معلقه فانيليا صغيره على معلقه محسن جل على معلقه خل كبيره. هنا بعد ما ريحت الكيك التورتايه بقى في التلاجة ساعه، جبت كريمه تانية. دي ضربت كريمه تانية زي ما انتم شايفين اللون فارق يعني. ما حبيتش برضو ان انا ازود الكاكاو بقى، وما حطيتش تقريبا موس شوكولا صوص اسمه ده، او جناش شوكولاته من اللي انا مدوباه عشان ما تبقاش تقيله يعني. كفايه ان انا حطيت في النص، في اللي هو اللي انا حشياه في النص والتجليسه الاولانيه. طبعا هحط صوص شوكولاته اصلا كمان من فوق، فهي كانت طعمها خفيف خالص وكانت حلوه بصراحه. زي ما انتم شايفين انا بعبي الكريمه في اكياس لبن كده. عندك كيس حلواني ممكن تعبي فيه، هتقدري ان انت تتحكمي في ايدك وتخلي يعني الطبقات كلها متساوية، وعادي ممكن تحطي بمعلقة او بسباتولا او زي ما انت عايزة. انا برضو ضربت الكريمة ديت، كانوا كوبايتين مية ساقعة متلجة على كوباية ونص كريم شانتيه على معلقتين كاكاو خام. ما حطيتش باستري بصراحة هنا بقى. هنا هبدأ ان انا اساوي ديت سكرينة موبايل بصراحة، اللي هي البلاستيك عاملة زي المشمع التقيل كده، ما هياش ازاز. انا شايلاها عندي منها 2 او 3. بحب ان انا كل ما اعمل تورته او اي حاجه ان هي تتساوي كده بشتغل بيها يعني. مش محتاجه ان انا اشتري اللي هو السكرابر دوت، ممكن اشتريه عادي يعني لو لقيته قدامي في مره، او ان انا احتاجته اكتر. ان انا حاسه ان هي غنياني بصراحه يعني. بسوي بيها كده كل ما ابدا ان انا اشتغل بيها شويه بروح اشطفها تحت الحنفيه، و... او ممكن تحطي بوله مليانه ميه جنبك كده وتشطفيها بيها عادي. كل ما بتشطفيها بتبدا ان هي تنعم معاكي. بصوا انا شطفتها هنا اهو. بتبدا ان هي تنعم معاكي وش الكيك، وش الكريمه. وطول ما انا بجلس كده او بمسح كده بصي بتنعم معايا بقى، وبيبقى الشكل يعني منتظم شويه. لو لقيت حته فاضيه او حته مفرغه بجيب حته من الكريمه عادي واملاها. بصوا زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. متنسوش بقى لو وصلتوا معايا لهنا تحطوا لايك للفيديو وتعليق حلو منكم. واللي يشوف الفيديو لأول مرة ممكن يعني فضلا يفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده هفضل ان انا اساوي فيها على قد ما اقدر. طبعا انا مش محترفة او بروفيشنال او كده يعني، بس على قد ما اقدر ان انا عملت حاجة حلوة لولادي وكده وفي بيتي وبايدي. ديت قطعت الجزر بقى وقطعت اللفت زي ما انتم شايفين اللي هي المشرشرة ديت. طبعا بيبقى فيه سكرابر مشرشر، هو مش عندي. آه،
بجيب من على الزوايا ومن على الجناب كده، بتدي شكل يعني شرشرة خفيف كده زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. ده جناش شوكولاتة، انا كنت مسيحة 400 جرام شوكولاتة على كوباية كوباية الا ربع لبن كده على بخار مية. حطيتها، المية كانت بتغلي، وحطيت بولة في قلب المية كده فيها الشوكولاتة على ربع كوباية مية، وحطيت معلقتين كريم شانتيه من اللي انا ضرباهم كده، بيخلي القوام يبقى حلو زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا بقى ايه، انا يعني ايه بتيجي معايا كده كل ما اعمل تورتيه ما ببقاش حاطه الشكل يعني في دماغي وكده، بس بتيجي معايا كده بصراحه. وطبعا بكون متفرجه على فيديوهات، مش هكدب عليكم، إيه من كتر الفرجه او كده ممكن بقى بيجي في شكل في دماغي كده يعني. إيه هبدأ ان انا اعمل كده بزاويه بالجناش كده. والله يا جماعه كل اللي اكلها الحمد لله يعني شكر في طعمها خالص، وكانت خفيفه خالص، وكانت بصراحه كان طعمها تحفه. ديت بقى انا مش عارفه هي مقاس كام بصراحه. زي ما انتم شايفين انا كنت خابزه كيكتين، كيكه كانت مقاس 25 في 30. وطبعا انا سويت الجناب بالسكينه اللي هي المشرشره ديت علشان ما تبقاش ناشفه وكده. بعد ما جلستها التجليسه الاولى اللي هي كانت خفيفه ديت، قطعت اللي هي الجناب. هبدأ ان انا اخلص بس هعمل من الاربع زوايا كده، من الاربع اتجاهات كده. ده الدست اللي هو الذهبي، بودرة كده يعني قابلة للأكل. أنا مسيحة حروف شوكولاتة، دي أشكال سيليكون كده جبتها بصراحة يعني عشان أكتب الاسم فيها. سيحت شوكولاتة خام من غير أي ما أحط عليها ولا زيت ولا لبن ولا أي حاجة، على مجرد إن هي حطها على بخار سيحتها خالص كده، وحطيتها في الشكل السيليكون اللي قدامكم دوت. وبسيبه ينشف، بيطلع لي الحروف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين كده انا عملت اختصار لهابي بيرث داي اتش وبي ودي. في نقطتين برضو كده فوق بعض في قلب القالب دوت، حطيتهم كده عشان يبقى فاصل بين الكلمة. عملت الاتش والبي والدي هابي بيرث داي. وعملت اسم ابني واسم جوزي. هي مجرد شوكولاتة خام بس، هجيب لكم برضو في صورة ان انا كنت عاملاها يعني، ما صورتش يعني وانا بعمل الحروف كلها، اختصرت الفيديو في حرفين كده. عملت كده اختصار هابي بيرث داي في الناحيتين، هنا هكتب هابي بيرث داي احمد، وفي الجنب التاني هكتب هابي بيرث داي محمد. يعني اختصار لكلمة هابي بيرث داي. وكتبت اسم ابني احمد واسم جوزي محمد. الشكل اللي يعجبك بقى واللي يجي في دماغك. هي بصوا يعني والله العظيم سهلة وبسيطة. هو يعني دلوقتي كل حاجة متاحة في السوبر ماركت او مستلزمات الحلواني بتسهل عليكي خالص. يعني الاسبونش اللي هو الجاهز دوت بيسهل عليكي ان انتي تعملي التورتايه، بتبقى زي الكيكة الجاهزة بالظبط، اللي هي كيكة التورت الجاهزة بالظبط يعني، ما فيش اي فرق بصراحة. وكل حاجة دلوقتي الفيديوهات بتعلمنا كتير. انا اتعلمت بصراحة من فيديوهات كتير قوي. في يعني قنوات كتير بتعمل تورت وكده. كده زي ما انتم شايفين دوت ورق ترانسفير. بصوا انا بحط كده الشوكولاته الخام في كيس كده، بعد ما بسيحها على بخار ميه، بس بخار ميه. ممكن ساعات بصراحه بعمل ايه، يعني ساعات بصراحه بعمل ايه بقى، بعبي الشوكولاته الخام، بقطعها حتت كده واعبيها في قلب كيس اللبن، واحط الكيس ذات نفسه في قلب الميه وهي بتغلي بيسيح معايا خالص. هحطها كده في القلب كده زي ما انتم شايفين، وابدا ان اسويها بالمعلقه هسوي وهبت فيها كده لحد ما تتساوي معايا والشكل من بره كده ينعم. بصوا اهيت بالظبط اتساوت كده هبتين 3 كده. انا كنت حاطه الصينيتين دولت عشان كنت ساندة بس عليهم قاعدة التورته وانا بشغله فيها، عشان القعده كبيره زي ما انتم شايفين. هنا ده برضو الحروف، قالب الحروف اهوت بنزل برضو بيه كده بالشوكولاته وبستوي بالمعلقه كده، واهبده برضو عشان يتساوي معايا.
واي زيادات عادي في الشوكولاته باخدها وارجع ان انا احتفظ بيها في اي علبه او كيس وابدا ان انا اسيحها تاني، ما بتخسرش او بتحصل لها اي حاجه. ببدا اطلع القلب كده في اشكال كتير، في اشكال اللي هو الورد، في كلمات، في مثلا في عيد الام بيبقى كلمة امي وكده، في اشكال كتير من ورق الترانسفير ده. بيطلع لي القلب بالرسمة اللي هو في قلبها ديت، بس مش عارفة دي طلعت مش واضحة قوي ليه، كانت الشوكولاتة رقيقة تقريبا. ده حرف هو دي بيطلع بكل سهولة معايا، بس الجو طبعا ساقع مش محتاجة ان انا احطهم في التلاجة فبيجمد على طول. ده قمع صغير كده، دي كريمة ضربتها كوباية كريم شانتيه على كوباية مية متلجة جدا، او كوباية وربع تقريبا مية. هعبيها كده في القمع اللي انتوا شفتوه ده قمع البيتي فور، هعمل بيه او هو اسمه القمع الروسي، اللي هي الاقماع الروسية ديت بتديك الشكل الوردة وفي اشكال كتير برضو. حطيته كده هعمل سور كده في النص يعني كشكل على المثلث انا ما كانش في دماغي ان انا احط جناش شوكولاته في النص، بس رجعت في كلامي وحطيت جناش شوكولاته كده. هحط جناش شوكولاته معاكم دلوقتي. هعمل كده هبدأ اخلص يعني الوردات كده الكبيرة ديت، والقمع الصغير هعمل سور على حرف التورتاية بالقمع يعني زي نجمة صغيرة كده. هبدأ ان انا اعمل على التورتة بحالها من الاربع اتجاهات. يا رب لو وصلتوا للفيديو لحد هنا تحطوا لايك وتفعلوا الجرس وكومنت حلو منكم. واللي عجبه الفيديو اول مره يشوف القناه يعني يحط بقى يفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ممكن برضو كنت يعني اعمل زاويه كريم شانتيه، والزاويه التانية اللي هو مربى الحليب او اللي هو الطوفي الجاهز، بس ما جاش في دماغي بصراحه، وكانت عندي يعني متوفره. آه، بس يعني الحمد لله طلعت شكلها حلو، وكانت النتيجة مرضية جدا وانا كنت مبسوطة بيها جدا. كل اللي كان شايفها كان مفكر اصلا ان انا كنت شاريها جاهزة، هي وتورتة سبونج بوب. يعني احنا بنعلم نفسنا بنفسنا والله يا جماعة، مفيش حاجة بقت صعبة الحمد لله يعني. هي هنا بس التورتاية منها مش على الصينية بالظبط، فكانت مايلة القاعدة، كانت نازلة بتقلها لتحت. عملت القلوب اهيت زي ما انتم شايفين، اللي انا عملتها بورقة ترانسفير في الاربع زوايا كده، يعني في اربع جناب كده. انا بقى مش عارفه مقاس التورتيه كانت كام بصراحه، بس هي كانت كبيره يعني الحمد لله. وكان عندي الحمد لله كنت عازمه كل حبايبي. وناس كتير كلت منها يعني، وكله شكر فيها وقال احلى من الجاهزه يعني الحمد لله، يعني كان طعمها حلو قوي. هي القعده 40 في 60، فانا مش عارفه بقى التورتيه مقاسها كام بصراحه، بس هي يعني مش 40 في 60 التورتيه ذات نفسها يعني. عملت كده جناش الشوكولاته في النص كده زي ما انتم شايفين. كان عندي الاتنين كونوا دولت حطيتهم كده، كانوا فاضلين يعني عندي، حطيتهم كده. وحطيت طبعا هناك عملت اسم ابني وهنا اسم جوزي وفي الجنب الرابع هحط اللي هو الشوكولات شيبس اللي هي البيضه ديت، كنت ممكن احط كريسبي برضو كان هيبقى الشكل حلو. هنا برضو حطيت على الوردات اللي في النص ديت اللي هو الكريسبي الدهبي عطى شكله حلو. كنت ممكن احط امشي على السور اللي هو النجوم الصغيرة ديت، بس كانت عايز طولة بال يعني بصراحة، وانا كنت تعبت بقى وزهقت، لاني كنت شغالة في اللي هي التورتة السبونج بوب وشغالة في ديت، فكنت الحمد لله يعني كنت جبت اخري. هكتب في النص هنا اسم احمد بالعربي بالقمع كده الدايرة يعني مش